يمتاز بالاثاره والمتعه. انتهى الشوط الاول 14 زمالك 13 اهلي. بيحضر اللقاء دكتور خالد حموده رئيس الاتحاد المصري لكره اليد اللي خد المبادره، والاتحاد المصري لكره اليد بحضور الجماهير، ومعه كابتن احمد كمال حافظ، كابتن مصطفى شوقي. وادي اول اهداف للنادي الاهلي من الباك الشمال من تصويبه اكسم. نقص عددي لنادي الزمالك 14 مجهود خارق وجبار للكابتن طارق الدروي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد. كما يحضر اللقاء طبعا كابتن هشام سعيد وكابتن خالد مرتجي من على مجلس اداره النادي الاهلي. مباراه كبيره. عمر فتحي ابو العلا يرجع تاني بالكره، ياخد رميه حره. اشرف عوض، شعبان محمد، اكتمل النادي الزمالك اذانا بلعب سلبي. الكره تروح للنادي الاهلي المصري لاكسم للسعيد ابو العطا، احد نتاج المشروع القومي للعمالقه اللي اشرف عليه الكابتن عفت رشاد محاضرنا الدولي. تمرير عبد الرحمن والتصويبه بقوه من ابو العطا. ينزل المصري وينزل الأليوبي. تأجي كرة اليد المصرية 15 اهلي 14 زمالك. ابو العلا رمية حرة. اشرف عوض بيدي رمية حرة. عبد العظيم يسيب لابو العلا. ابو العلا يمتاز بمهارة الخداع برست ايديه. ابو العلا كريم ابو العلا. السبكي عمل مباراة كبيرة قوي في الشوط الاول. المصري هجوم خاطف تروح لعبد الرحمن ويحرز الهدف. عبد الرحمن يستعيد النادي الاهلي توازنه في اول دقيقتين 49 ثانية ويغلق مفاتيح التصويب تماما على هادي رفعت. محمد جمال فتحي يحاول يمر، ياخد رمية حرة. عبد العظيم يطلع من اعلى نقطة عشان يصور وياخد رمية حرة. الملعب بيقف. اشرف عوض واقع على الارض. احمد قاسم واقع على الارض. احمد قاسم ان شاء الله يقوم سليم. كرنفال مسائي في صالة النادي الاهلي. لجمهور النادي الاهلي ونادي الزمالك بأدائه الرائع كابتن علي الشناوي طبعا، ولا انسى كابتن حماد عبد الباري اللي في وجهة نظري قام بمجهود خارق لتكملة كرة اليد بنادي الزمالك. كابتن حماد عبد الباري اللي بيحضر اللقاء اليوم، مدير جهاز كرة اليد نادي الزمالك. يستأنف اللقاء مرة ثانية. فتحي ابو العلا يجري له كويس قوي، يسيب لابو العلا يغير اتجاهه، عايز يعدي وياخد رمية حرة.
ايقاف دقيقتين للمصري. مظبوط في الاعاده. بيجانا مخرجنا تامر مغازي. مظبوط لانه عدى منه خلاص. الزمالك بيزيد لاعب تروح في جناح لوحده خالص، ولكن هادي امضاء الكرة دي في هادي رفعت. مفيش كلام. بدأ مشواره هادي رفعت مع نادي الشمس، ثم انتقل لنادي هليوبلس مع كابتن محمد الألفي، ثم انتقل إلى النادي الأهلي. حارس مميز، هذا انطباع. عطى كويس قوي اكسم، لعب حلوه يا اوه، وشيلها هشام باسم السبكي. السبكي بيشيل انفراد قاتل. كرة قوية قوي ان شاء الله، يوم سليم. سبكي الترتيب قبل هذا الاسبوع: سبورتنج مركز اول، اهلي، الجزيره، سموحه، طلائع الجيش، طيران. اصحاب الجهاد جايب لنا مخرجنا غازي 16 اهلي 14 زمالك، 4 دقائق 43 ثانيه. الاهلي ينقصه لاعب. مركز سادس اصحاب الجهاد: هليوبلس، سكر حمديه، زمالك، كولومبي، 6 اكتوبر، بترول اسيوط، اتحاد الشرطه. طبعا اصحاب الجهاد اللي في وجهة نظري عامل نتائج رائعة هذا الموسم. أصحاب الجهاد وجوده في المحترفين في أول مرة ليه الدوري العام، ونتائجه تؤكد على إصرار لاعبين وجهاز فني. إن شاء الله يكملوا كده. انذار كابتن شعبان محمد بيتكلم مع البدلاء لنادي الزمالك كابتن علي الشناوي. ابو العلا باك يمين، عمرو فتحي صانع العاب. مره ثانيه لابو العلا المراوغ، ويصوب بقوه وبطريقه فرديه وبشكل جمالي يلعب الكرة. الزمالك عامل مباراة كبيرة مع النادي الأهلي. تمرير وتقاطع ما بين الخط الخلفي والأمامي. أكسم يسيب لبشير، مواليد 92 بشير. الباك اليمين، فاول مهاجم على بشير. حكم يقف في الملعب. شعبان محمد. حكمين بيديروا اللقاء حقيقي بتركيز عالي. 16 اهلي 15 زمالك، 5 دقائق 48 ثانيه. فتحي عبد العظيم اكتمل النادي الاهلي، نزل محمد ابراهيم. فتحي مره ثانيه يحاول يمر ويطلع من اعلى نقطه ويصوب، ولكن هادي تيجي على يمينه ويجيبها على طول للمصري. هيخرج باجيو، يخرج المصري. وينزل عطا. ابو العطا صانع العاب. بشير لاكسم للسعيد. تقاطع
يجي بشير ويصوب، وحائط صد قوي، حائط صد فيه جهد، فيه تركيز من ابو العلا. يحاول يقطع الكوره تروح لاكسم اللي على الدايره، حلوه، اسيستنت باص رائع لعبد الرحمن. الاعاده حلوه جميله، استلمها كويس قوي تحت ضغط دفاعي. 17 اهلي 15 زمالك، 7 دقائق 18 ثانيه. ابو العلا، كرنفال كرة اليد المصرية، والقناة هي نيل الرياضة، والمكان هو النادي الأهلي، مضيف نادي الزمالك. يحاول يلعب الكرة ويصوب، تروح سهلة لقادر يبعد، تتنقل هجوم خاطئ لكريم السعيد لوحده، وهيحرز الهدف، السعيد. كرة جميلة في الإعادة، الهجوم الخاطئ رائع للنادي الأهلي. حضراتكم تابعين معايا، وادي الكرة تروح في الجناح، لكن تتحسب لامس خط 6 متر. أشرف عوض حكمنا الدولي، القاري من غزل المحلة، بدايته أصلا كان لاعب كرة قدم. أشرف أول مدربه كان كابتن عبد العال الشيخ، لاعب كرة يد وعنده 12 سنة. تمرير وتقاطع، أكسم يلعب لبشير اللي عايز يصوب، ورمية حرة مع محمد جمال. اهلي 15 زمالك، 9 دقائق 6 ثواني. ابو العطاء يرجع الثاني بالكره لاكسم للسعيد، وجميله، وكريم السعيد يلعب الكره في زاويه على شمال، طبعا جناح شمال مميز كريم السعيد، وكابتن ايوب دعبس بياخد الوقت المستقطع في وقته وميعاده تماما. ليه؟ لان الفارق بدا يتسع ب4 اهداف، هو كان طالع الشوط الاول متقدم بفارق هدف. النتيجه قدام حضراتكم، 19 اهلي 15 زمالك، 9 دقائق 32 ثانيه. بالمناسبه اول 5 مواسم لكرة اليد المصرية بدوري عام للرجال أولى ألف حصل عليهم نادي الجزيرة، جيل طبعا كبير من نادي الجزيرة، كابتن عصام معروف، طه الشافعي، وغيرهم 61 62 63 64 65. كابتن محمد علام كمان رحمه الله كان ضمن هذا الجيل اللي حصل على الدوري العام 5 سنوات متتاليه، ثم الاولمبي خد الدوري العام. والسنه دي انتقل كابتن محمد علام بدراسته للبحريه في اسكندريه. تاريخ كبير لكره اليد المصريه ورموزه ونجومه، مفيش كلام، كتير عندنا، لكن المباراة دي تهمنا لأنها كرنفال بمعنى كلمة كرنفال. وتصويبها بقوة، وتروح مرة ثانية نادي الزمالك، ترجع في الجناح، حلوة، لكن العرض. كابتن أيوب دعبس بيزعق لحاتم، بيقول له على طول شوط، بيعتذر طبعا كورة، يعني هو ماشي مع النادي الاهلي، الفرق 4 اهداف، ولكن النادي الاهلي مكتمل الصفوف. شايف كابتن حماد عبد الباري بيدي تنبيهات اهو، جه الناحيه هنا عشان يتكلم مع اللاعبين.
كريم السعيد تقطع كرة نادي الزمالك. تمرير وتقاطع وأكسم يصوب بقوة. أكسم يصوب بقوة. أكسم ورمية مرمى. الكرة كانت في العادة. شعبان محمد بيقول الكرة خرجت بره. حكمنا الدولي لاعب كرة يد وعنده 14 سنة، جناح شمال في نادي المحلة، أو المدرب مرنه محمد أبو المجد، حكم كأس عالم 2001. نتمنى لكرة اليد المصرية والتحكيم المصري والرياضة بصفة عامة لمصر ومصرنا الحبيبة الغالية كل الخير. الاثنين خدوا إيقاف دقيقتين، محمد عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن. نقص عدد الفرقتين. تتقطع من ابو العطا لكن تروح هديه لبشير. ما يسيبش الكوره مكانها، بيقول له كده محمد جمال، لكن الحكم قريب. عرس الرياضي لكرة اليد المصرية. وهدف عمله حلو قوي المنشاوي. كريم المنشاوي عملها حلو قوي. تمرير مرة ثانية، يعدي يروح للسعيد وتصويبة بقوة على يمين السوكي. أبو العلا يلعب الكورة لأحمد قاسم. نازل كابتن الفريق سامح صبحي اللي رجعه مرة تانية كابتن أيوب دعبس، ياخد مركز صانع ألعاب. أبو العلا يحاول يمر، أبو العلا ياخد رمية حرة. أهو عدى كويس قوي في الإعادة، لاعب مهاراته عالية. رمية حرة ابو العلا يلعب على طول، عايز يعدي كويس ويصوب. يا ويصوب ويحرز الهدف. احمد قاسم كرة جميلة. هو هنا عمل الخداع، اتزحلق وقع على الارض. بص الجسارة، الاستبسال في الكرة دي، استبسال عال العال من احمد قاسم، حلوة. كابتن شعبان بيتكلم. كريم بيدافع بره، ياخد اكسم ويصوب. بشير الباك اليمين للنادي الاهلي بدا مشواره مع كرة اليد. الكرة في العاده حلوه من بشير من نادي المعادي، ثم انتقل للنادي الاهلي. لعب اولمبياد اللي مصر احرزت فيها المركز الاول، اولمبياد سنغافوره. تمرير في الخط الخلفي. ابو العلا يعدي كويس، لخن ياخد رميه حره. كريم يلعب الكره وتصويبه وتروح مره ثانيه ومتابعه
متابعة رائعة، رب صدفة خير من ألف ميعاد. هو شاط الكورة، حائط صد، جت لها تاني هدية هدية هدية. 21 أهلي 18 زمالك، 15 دقيقة 35 ثانية. دفاع 5-1 من نادي الزمالك. يطلع بشير، تقاطع لكن يقابله بقوة. تقاطع، يعدي كويس عبد الرحمن ويلعب الكورة بمهارة بمهارة، يحرز الهدف. هذه الكورة اللي في العادة حلوة، عملها حلوة قوي. 22 اهلي 18 زمالك. ابو العلا، عبد العظيم يلعب لعبد العظيم، يجي من وراه على طول قاسم مرة تانية، عايز يعدي، عدى كويس، لعب في الجناح، يرجع مرة تانية. ابو العلا ويصوب، ويصوب اصحاب المهارات. ابو العلا قلت لحضراتكم شهرته كده الحاوي. 22 اهلي 19 زمالك. الزمالك المجدد تقريبا. تقطع الكرة لكن تروح مرة ثانية للسعيد، يلعب كرة حلوة، يلعب الكرة حلوة، يلعب الكرة حلوة أوي أوي أوي. كريم السعيد يعدي، سامح ينزل على الدايرة، عملها حلوة أهو في العادة من جناح الشمال. 23-19 بنلعب في الدقيقة 18. أبو العلا يرجع تاني، وزهران بيحرز الهدف. طلع من اعلى نقطة، الجناح اليمين نادي الزمالك. – 23 اهلي 20 زمالك. يطلع من عنده اجسام، شير يمر، يلعب مرة ثانية لأبو العطا والسبكي. كريم أبو العلا يعمل هجوم خاطف، يجري أبو العلا يعمل هجوم خاطف، يجري رامية حر. مرة ثانية مع نادي الزمالك. نص الملعب عبد العظيم، ابو العلا في الباك اليمين، يجري قاسم يلعب الكرة، يرجع بيها تاني ابو العلا، عملها حلوة ويشيلها وتعملهم خاطف، تروح للسعيد ويحرز الهدف. كريم السعيد يحرز الهدف. الملعب بيقف لان الساعة فيها مشكلة، النتيجة اتشالت من على الساعة، رجعت تاني خلاص، كانت النتيجة طلعت خالص. – 24-20 19 دقيقة 34 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء في المباراة المثيرة والممتعة في كرنفال كرة اليد المصرية.
المبادرة اللي خدها الاتحاد المصري في النادي الأهلي لمباراة الكبار الأهلي والزمالك، واللي الزمالك واقف بقيادة الكابتن حمادة عبد الباري على إقامة اللقاء بالجمهور لتعلن الرياضة المصرية عن الحب والأمان، والشعار هي كرة اليد المصرية. عشر دقايق تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني. يحاول يعدي وهدف جميل من اعلى نقطة. حلوة 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 حلوة. خد الكرة منين ولعب الكرة كويس قوي قوي قوي. عملها كويس قوي. 24 21 20 دي 34 ثانية. وقت مستقطع بياخده كابتن عاصم حماد المدير الفني للنادي الأهلي. الدقائق اللي اتلعبت تقريبا سيناريو واحد. كان الزمالك في الشوط الاول انهى بتقدم بفرق هدف عن النادي الاهلي، ثم استعاد النادي الاهلي توازنه وخبره ابو العلا، قادرين يعملوا مباراه جيده امام نادي الاهلي بنجومه. اول بطوله نظمها المعهد العالي للتربيه البدنيه بالهرم. البطوله الاولى لكره اليد كانوا 7 افراد شارك فيها معهد التربيه ومدرسه الأرمان والنقراشي ومصلحه الترسانه ومدرسه الحسنيه وفريق من الجيش وفريق من الشرطه، وده كان عام 1954. تقاطع نزل الشوكر. عبد الوارث لاعب عنده حلول. عبد الوارث ويصوب ورمي الجانب. عبد الرحمن بيكلم عبد الوارث. حجز له كويس قوي الكرة اللي فاتت. عبد الوارث رمية حرة. إذا بلعب سلبي من وعمر ياسين ورمية مرمى. تتنقل على طول لابو العلا. ابو العلا ابو العلا عبد العظيم لابو العلا. صبحي على الدايره. احمد قاسم المميز بتصويباته. ابو العلا بمهاراته يلعب الكره حلوه حلوه حلوه. اسيستنت باص رائع من ابو العلا. تمرير. التشجيع لا يهدأ لا يسكت لا ينام. هو ده الكلام. الجمهور يزيد المفعول. وادي كوره جميله. عدى حلو قوي. عدى حلو قوي. عملها كويس قوي محمد عبد العظيم. عدى كويس كويس كويس. يخترق رائع. فرق بهدفين. 24 22 لصالح النادي الاهلي. 23 دقيقة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قناة النيل للرياضة. عبد الوارث بيعدي كويس قوي لبشير. تقاطع وتصويبة. هو تصويبات بشير تعمل تغيير. 25 اهلي
20 زمالك 25 اهلي. – 23 دقيقة 33 ثانية. كابتن معتز بيتكلم مع الكابتن ايوب. وكارت احمر شعبان محمد بيتي على طول النادي الاهلي. هينقص لاعب النادي الاهلي حقيقي. اتزان عصبي رائع من لاعبي الزمالك ولاعبي النادي الاهلي. طب ليه؟ الكرة اللي فاتت دي كابتن عاصم عارف القوانين كويس قوي، وبالتالي الكارت الاحمر لم يكن له اعتراض. شايف كابتن حماده عبد الباري جاي من المقصوره الرئيسيه، كان متواجد كم دكتور خالد حموده رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ويحضر اللقاء ايضا الاستاذ هشام سعيد، الاستاذ خالد مرتجي على مجلس اداره للنادي الاهلي. لو جت الكاميرا هنلاقي حماده عبد الباري بيتكلم مع كابتن ايوب دعبس اهو واقف جنبه دلوقتي على الخط. شعبان محمد بيدي اذانا باللعب مع حكام الترابيزه، وادي الكره تروح على طول لكريم السعيد والهجوم الخاطئ ولا هدف اهلي. على طول محمد جمال يلعب، قاسم عدى كويس قوي، زهران ياخد رميه حر. 26 اهلي 22 زمالك. بنلعب في اخر 5 دقائق. حلوه عملها كويس قوي عبد العظيم على الدايره لمحمد جمال اللي استلمها ولا اروع ويحرز الهدف في الاعاده. بشكر اكيد كل من ساهم في وجود هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة النيل للرياضة. بشير يلعب الكرة لعبد الرحمن، يعمل خداع، عايز يلعب لبشير تاني. فاول مهاجم على بشير، تتنقل على طول الزمالك. يلعب الكرة عبد العظيم يعدي، يسيب من ورا، حلوة وتروح تاني، ورمية جزائية. رمية جزائية عملها كويس قوي كريم، متابعة رائعة من كريم، لاعب مميز كريم. ابو العيلة للرمية الجزائية، مباراة فردية. ضيع الكرة، بيشجعوه زمايله طبعا. سيد محمد السيد عبارس، بشير، دفاع متقدم من نادي الزمالك، 5-1 بره خالص، ومقابلة الخط الخلفي. بشير يلعب الكرة، ترجع له مرة ثانية مع عبد الرحمن، عايز يلعب الكرة من وراه، تتقطع وتروح نادي الزمالك لعبد العظيم، يلعب الكرة كويس قوي لقاسم اللي بيشوط الكرة وتضيع الكرة. السعيد خارج الملعب،
النادي الزمالك في خلال دقيقة ونص أضاع كورتين، رمية جزائية وانفراد. أبو العلا يلعب لعبد العظيم لأبو العلا. أشرف عوض حكمنا بيقف في الملعب. وعمرو فتحي نزل مرة تانية. أيوب دعبس يفكر ويقرر وتنفيذ داخل الملعب. عاصم حماد بيدي تعليمات للعليوبي لباجيو عشان غلق مساحات الدفاع وتصويبه والقائم 3 كرات. دعبس بيقول له ارجع، وعلى الارض حارس المرمى هشام باسم السبكي. (26-23) ان شاء الله يوم سليم. بالمناسبة في سنة 1957 استقر قانون كرة اليد 7 لاعبين من خلال الدورة الثالثة لكرة اليد اللي انتقلت من معقلها الأصلي بالمعهد إلى المجتمع الخارجي لما أقيمت في نادي الجزيرة، واشترك في الدورة العديد من الهيئات عشان دراسة قوانين اللعبة. كانت تضم كثير من لاعبي كرة اليد بالمدارس، ولكن ضمن فرق الأندية لأول مرة. فمعظم لاعبي نادي الجزيرة والمارونية كان مدرسة النقراشي، ولاعبي نادي التوفيقية كانوا مدرسة الأورمان، ومعظم لاعبي نادي سكعين كانوا من مدرسة الحسنية. واشترك في الدورة دي نادي طلعت حرب والشرطة وكذلك العباسية بالثانوية. في الاسكندرية، لأن دي الحاجة اللي كانت كونت في الوقت ده في مدينة الاسكندرية الساحرة. رمية حرة 28 دقيقة 11 ثانية، باقي دقيقتين إلا ثواني. وقت مستقطع بياخده كابتن عاصم حماد. مدرب النادي الأهلي، مدير الفني النادي الأهلي بياخد وقت مستقطع. باقي أقل من دقيقتين، دقيقة و32 ثانية على نهاية الشوط الثاني، نهاية كرنفال كرة اليد المصرية اللي إن شاء الله نتمنى لمنتخب الشباب والناشئين في بطولة أفريقيا القادمة كل التوفيق، ونتمنى إن شاء الله في بطولة العالم القادمة للرجال كل التوفيق، وكل الأجهزة الفنية للاتحاد المصري لكرة اليد المصرية. عبد وارث حلوة 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 حلوة، جملة تكتيكية رائعة، جملة تكتيكية رائعة، ويصوب بقوة ورمي حر. دقيقة ونص 27-23. كابتن حماد عبد الباري واقف جنب الترابيزة يهم خروج اللاعبين بسلام والروح الرياضية. ورامي الجانب، حائط صد، رامي الجانب. محمود عبد العزيز، وقت مستقطع بياخده كابتن ايوب دعبس. اللي اخذ على عاتقه هذه المسؤولية الكبيرة مواليد
54 كابتن ايوب لعبس. اول مدرب مرنه كان كابتن حنفي نصار رحمه الله. بدأ لعب كرة اليد عام 71. لعب للفريق الأول مع دكتور كمال درويش عام 73 ولعب في جميع المراحل السنية. اعتزل اللعب عام 86 وذلك لظروف مرض والده. من المدربين اللي امتازوا بالأخلاق والتاريخ الكبير. حصل على ثالث العرب مع أهلي دبي. عمرو فتحي 27. بنلعب في اخر 40 ثانيه مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. ان شاء الله يوم سليم. بالمناسبه تم التعرف على كره اليد في المدارس في سنة 1944 بمدرسة حدائق القبة اللي اتسمت بعد كده بمدرسة أو مدارس النقراشي النموذجية من خلال الأستاذين عبد الفتاح لطفي وحنفي مختار اللي اتعرفوا على اللعبة نفسها من خلال كتاب الألعاب الرياضية. ايضا دايما بنقول وهنقول دايما مصر ستظل بلد الامن والامان باذن الله. وتصويبه قوي من كريم ويدخل مره ثانيه ويصوب ياخد الخطف دقيقتين. عملها كويس قوي محمود عبد العزيز اللي ضمه كابتن دعبس ولا هيشوط رميه جزائيه خارج الملعب. نادي الزمالك قضى على رميتين جزائيتين واربع انفرادات. النتيجه 27-23. وبينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام بفوز النادي الاهلي في ملحمة حب جميلة